مرحبا بكم مرة أخرى في قناة فيلم في البال. كيبدا الفيلم ديالنا اليوم وسط واحد الزحام ديال الطوموبيلات. إيميل وباه فرانسوا دخلوا في واحد المناقشة اللي كبيرة، حيت إيميل ما كانش باغي يجي معاه، وزيد عليها أنهم تعطلوا بسببه. في واحد اللحظة إيميل تزير مزيان من الصداع ديال باه وهبط من الطوموبيل. هادشي خلى فرانسوا يتبعو. في ديك اللحظة شافوا واحد لومبيلونس كتهز بالجهد وشي حد كيغوت فيها. فرانسوا جر إيميل بالزربة باش يخبيه، حيت الباب ديال لومبيلونس تفتح وخرج منه واحد المخلوق اللي نصو طاير ونصو بنادم وهبط فوق الطوموبيل. البوليس هجموا عليه باش يشدوه، ولكن المخلوق كان كيقاوم وكيغوت على جهده، وزاد خوف كاع الناس اللي كانوا في الطريق. قدر يتخلص من البوليس وهرب منه. بعد شويه إيميل وفرانسوا وصلوا للسبيطار باش يشوفوا الطبيب اللي كيعالج الام ديالو لانا، اللي حتى هي كتحول لواحد الوحش بحال الحيوان. القصه كتبين لينا هادي عامين بداو الناس في كاع البلدان كيوليو كيتحولوا لاشكال حيوانيه، وفي الغالب كيوليو عنيفين بزاف. السلطات كتحاول تشدهم كاملين وتديهم واحد المراكز خاصه باش يهداو بالمهدئات، يدرسوهم على امل يلقاو شي حل ولا شي علاج. ايميل ما كانش باغي يشوف الام ديالو حيت ما بقاش كيدير فيها الثقه ملي شرحاتو واحد المره في الوجه ديالو بالغلط. ولكن فرانسوا كيقول لي بلي حنا مازال عائله. الطبيبه قالت لهم انه تفتح مركز جديد ومتطور في الجنوب، ولا انا خاصها تمشي ليه باسرع وقت. هادشي وافق عليه فرانسوا بالسربه، وبغى ينشقل هو وايميل باش يبداو حياه جديده بعيده على الناس اللي كيعرفوهم. من يدخلوا الغرفه ديال لانا ايميل كيشوف الحيوط عامرين كاملين بالقماشي وما قربش ليها. فرانسوا جلس معاها وكيهضر معاها حيت كيعتقد ان هادشي كيعاونها، ولكن ايميل كان مقتنع انها ما بقاتش كتعقل على حتى شي حاجه. من بعد اسابيع ايميل وفرانسوا ومعاهم الكلب ديالهم انتقلوا لدار جديده حدا الغابه. بدا ايميل كيمشي للقرايه اول نهار في المدرسه، والاستاذه قدمته القسم لان بدات كتسول بزاف ديال الاسئله. وايميل كذب عليهم وقال لهم ان الام ديالو ميته، وزاد كذب عليهم ان الجرح اللي في وجهه كان بسبب البرق. في ديك الليله ضربات عاصفه كبيره نديله والضوء تقطع في كاع الطيور. ايميل فاق من الصداع ديال الريح والرعد، مشى كيشوف من الشرجم، ولكن تصدم ملي شاف واحد المخلوق كيشوف في الدار من برا. ولكن غير شعل فرنسا الضوء، المخلوق غبر في البلاصه. في الصباح جاتهم واحد المكالمه طارئه وجراو حتى الواد اللي قريب ليهم، فين كانوا البوليس ورجال المطافي سادين المنطقه. تبين ان العاصفه تسببت في خروج واحد لومبيلونس على الطريق وغرقات في الواد. البوليس طلعوا الجثه ديال المخلوق. هاد لومبيلونس كان فيها المتحولين اللي غاديين لمركز جديد، ودابا نصهم ماتوا وباقي هرب. البوليس شدوا فرانسوا اللي كان كيغوت على مراته، ولكن الشرطيه جوليا طمأنته، قالت لي انهم ما لقاوش الجثه ديال لانا، يعني ممكن تكون في الغابه. ملي رجعوا للدار فرانسوا بدا كينشر الحوايج ديال لانا فوق الشجر على امل ان الريحه ديالهم شمها وتجي ليهم. النهار الموالي في المدرسه استاذ الرياضه قال التلاميذ يلعبوا اللعبه ديال شد الحبل. فريق ايميل كامل طال الارض الا هو، والغريب في الامر انه بقى شاد الحبل بوحده حتى رجعوا صحابه وربحوا اللعبه. من بعد كلشي بدا كيمدحو وكيشكر فيه وعيطوا ليه باش يجي معاهم واحد الحفله، ولكن ايميل كان مركز غير مع صباعه. مشى للدار وجاب واحد الملقاط، بدا كيشد شي حاجه من تحت طفارو وهو كيهوت من الالم. تصدم ملي لقى شي مخالب صغيره وعرف انه حتى هو غادي يبدا يتحول. ملي شاف ظهره في المرايه كيشوف ان الشكل ديال العمود الفقري ديالو بدا كيتغير. تعصب وبدا كيرمي الحوايج ديالو في الحمام قبل ما يدخل الحوض باش يغسل العار اللي حاس به، والكلب ديالو دخل معاه باش يواسيه. في هذا الوقت فرانسوا مشى للمول وتلاقى مع جوليا اللي قالت لي بلي ما بقاوش كيقلبوا حيت الحكومه وعدات تجيب العسكر. رجع سمعوا الصداع حيت الزبائن شافوا واحد المتحوله. جوليا امرت الفريق ديالها باش يخرجوا كاع الناس اللي في المول، ولكن فرانسوا بدا كيقلب واش ممكن تكون لانا. المخلوقه اللي لقاوها كانت من فصيله السمك وكانت باغيه غير تاكل الهواء. ملي شافتهم بدات كترمي عليهم الصنادق ديال الكروفيط وهربات. بقات كترمي واحد الماكله عشوائيه على جوليا اللي كانت كتجري وراها، ولكن جوليا متمرسه مزيان نقزات عليها وشداتها. في هاد اللحظه فرانسوا كيلقاو واحد المتحول مخبي لتحت، ولكن مسكين كان خايف بزاف. فرانسوا قرر ما يقول والو للبوليس. في نهار الجمعه ايميل مشى للحفله وكان ناشط مع صحابه. التلاميذ عجبوهم واحد السيوفه جابهم واحد الولد اللي غادي يدير عرض في مهرجان ديال السي والشاي، ولكن من بعد الشراب بدا كيدوخ ايميل وطاح من الكرسي. نينا عطاتو الدواء باش يفيق، ولكن فجاه الجسد ديال ايميل ما قدرش يتحكم في راسو وبدا كيلحس في يد ديال نينا باش يشد الدواء، وهذا الشيء خلى الناس اللي معاه يتخلعوا. حشمان ومحرج ايميل هرب وسط الغابه وكيسمع الاصوات ديال المتحولين الاخرين. في الصباح ايميل فاق ولقى راسو حدا واحد البحيره وسمع الصوت ديال واحد الفلوكه كتمشي وسط الماء، ولقى الفم ديالو عامر بالدم وبدا كيتفل فيه. من بعد شاف واحد الكتابه في الحيوط ضد المتحولين وهو غادي في الطريق للدار. ملي وصل نزل للحمام وبدا كيخرج واحد الريشه من فمه، وهنا عرف باللي البارح كلا شي طير. من بعد فرانسوا وايميل قرروا يدوزوا من الحواجز اللي حاطين البوليس ودخلوا للغابه يقلبوا على لانا. ايميل سول الاب ديالو وقال ليه كيفاش حس ملي بدات لانا كتحول، وفرانسوا جاوبو بلي عمرو ما خاف حيت هي كتبقى مراته.
في الليل بقاو كيقلبوا عليها في الطوموبيل، كيغوتوا من الشراجم وكيشعلوا الاغنيه اللي كتعجبها بواحد الصوت المجهد. ايميل لاحظ ان الطفال يديه بدات كتغير مره اخرى، وفجاه الكلب ديالو هرب، وايميل تبعو حتى لقى واحد الدري صغير حل الحرباء وهو كيتسلق الشجره. في هاد اللحظه الراجل الطيره اللي كنا شفناه في الاول جو هجم على ايميل وبدا كيضرب فيه بجناحه وجرحه بيديه اللي فيها واحد الماء خالي بلي ماضي بزاف، حتى بدا الدم كيخرج ليه من كتفه. ولكن الراجل وقف فجاه ملي شاف عينين ايميل وعرف بلي حتى هو متحول. الغوات ديال ايميل خلى فرانسوا يجري ويجي عند ولده، شدو من يديه وقال الطير يمشي في حالته. رجعوا للطوموبيل وفرانسوا قال ليه بلي غادي يمشي به للسبيطار، ولكن ايميل رفض حيت عارف بلي غادي يكتشفوا السر ديالو بسبب المناقشه ديالهم. كانوا غاديين يدخلوا في واحد العود، ولكن فرانسوا وقف الطوموبيل في اخر لحظه ولقاو ريوسهم حدا واحد المدرسه ديال الخيل. كانوا البوليس تما وجوليا شرحت لهم ان شي متحول هاجم الخيل. فرانسوا استغل الفرصه وطلب منهم شويه ديال المساعده. بالاخر واحد ممرض اللي مع العسكر رز ليه الجرح اللي في كتفه، صدق القصه اللي قالوا ليه بلي الكلب هو اللي حطه. من بعد ملي رجع للدار ايميل حيد شويه من الخياطه وبدا كيلحس الجرح اللي كيسيل بالدم. في وقت اخر في واحد الحصه ديال التجارب ديال المختبر شاف ايميل ان نينا لابسه واحد السنسله فيها ريشه حل اللي تقياها، وداك الشيء خلاه يدخل في واحد الحاله ديال الرعب. ولكن نينا دغيا واجهته وسولته على رده الفعل ديالو. من بعد ايميل ما قدرش يركز حيت كان مشوش بسبب واحد الناموس اللي كانوا كيديروا واحد الاصوات المزعجه. قد الاعصاب ديالو بدا كيغوت عليهم باش يسكتوا. من بعد الحصه ايميل لقى واحد المشاكل باش يركب في البيكالا حيت التحولات ديال الجسم ديالو بداو كيتزادوا، ولكن نينا بقات كتعاون فيه وكتشجعو، وحتى انها قالت ليه يمشي معاها للدار. ملي كانوا كيحضروا واحد الوجبه خفيفه ايميل حل الثلاجه ولقى واحد الطير ميت، ولكن نينا شرحت ليه بلي لقاتو حدا الدار. من بعد ديك الحفله اللي داروا خدات الريشه باش ديرها في السلسله ديالها. ايميل فهم انه ما كانش الطير ولكن خلاها ككادو ليها لأن قررت تحتفظ به باش تصدقوا على المتحولين الاخرين. من بعد ايميل مشى للبحيره وهو يصيد واحد الحوته بيديه، ولكن واحد الجار شافه. من بعد بدا كيقلب على الراجل الطير اللي كان كيجرب يطير ولكن كيطيح في كل مره. ايميل خلى ليه واحد الحوته وعرف انه مسمي على راسو فيكس حيت ما قدرش يتفكر الاسم الحقيقي ديالو. ايميل لاحق الجروح ديال فيكس بسبب المحاولات ديال الطيران ديالو، وقال لي بلي كاين واحد البلاصه اللي امنه يقدر يتدرب فيها. فاش وصلوا للبحيره ايميل نقى الاخصائي اللي كانوا في الماء باش فيكس ما يجرحش راسو مره اخرى، وفيكس قبل يكمل التدريب ديالو هنايا. في العشيه ايميل حاول يركب البيكالا باش يرجع للدار ولكن بقى كيطيح بزاف، فقرر يخليها في الغابه ويقول لبوب اللي راه تسرقات. وفي نفس الوقت في القهوه اللي كيخدم فيها فرانسوا اكتشف ان مول القهوه دار واحد التشورطات ضد المتحولين، وهذا الشيء خلاه معصب بزاف. ملي خرج له الزبل سمع شي اصوات وراه، فجاه هجم عليه واحد المتحول وطيح فرانسوا في الارض. ملي لاحظ ان المتحول مشدود بالسلاسل فرانسوا حاول يهديه بواحد الطريقه سلميه، ولكن فجاه شي متحول واحد اخر هرب من البلاصه. في ديك اللحظه وحده من الخدامات اللي كتخدم مع فرانسوا دفعت المخلوق بواحد المجداف، وكيبان ان المتحول كيجيها من العائله وكانت كتحاول تخبيه في خدمتها. يا فرانسوا حاول يرجع المخلوق المخبأ ديالو، ولكن الوحش خاف وجرى للواجهه ديال البار، داكشي اللي خلى الناس يهربوا وهما خايفين. فرانسوا اللي كان شاك ان المخلوق الاخر يمكن يكون لانا مشى جرى للغابه ولقى مراتو كامل في واحد الشكل ديال الدب. هي دارت واحد الصوت قدامه قبل ما تمشي وتغبر. في الغدا ديال المدرسه ايميل حس بشي حاجه في فمه وفجاه تقيا واحد السن اللي كانوا معاه وفهم، ولكن هو مثل عليهم وقال لهم انه غير واحد السن ديال الحليب. في العشيه مشى عند فيكس اللي مازال كيجرب يطير ولكن كيبقى يطيح في كل مره. باش فيكس وقف شويه ارتاح ايميل شاف الجروح ديالو حيد ليه الضماده ولقى ان الدكاتره داروا ليه واحد الجراحه اللي خايبه باش يحيدوا ليه المنقار اللي كان كيطلع ليه. في العشيه جوليا مشات مع فرانسوا للغابه باش يعاونوه يقلب على لانا، وكانوا كيضطروا يتخباو كل مره كيجيو البوليس يدوزو. في الاخر ما لقاو حتى شي مخلوق، ولكن فرانسوا صدم ملي لقى البيكالا ديال ايميل مرميه في الارض. الا رجع للدار فرانسوا لقى ان لافابو ديال الحمام مسدود، حلو باش يصوبو، فكيتفاجئ ملي لقى كميه كبيره ديال الشعر وزيد عليها شويه ديال المخالب، وفهم اخيرا ان ايميل حتى هو كيتحول. ملي ايميل رجع للدار فرانسوا وراه المخالب والبيكالا، ولكن ايميل كينكر كل شيء. فرانسوا سد عليه الدار وما خلاش يدخل حتى يعترف، ولكن ايميل حاول يهرب. فرانسوا اللي كان يائس جرى وراه طيحوا في الارض، ومن بعد عنقوا حيت فقد السيطره على الاعصاب ديالو. في الصباح اللي بعده ايميل بدا كياكل مباشره من الطبسيل بلا ما يستعمل الفرشه، ولكن فرانسوا بقى كيوقف معاه وكيعاونو حتى عطاه واحد الدواء اللي كانت كتستعملو لانا باش يتحكم في الرغبات ديالو وسط المدرسه. فرانسوا شاف الفم ديال ايميل ولقى ان النياب باقين في الداخل وما غيقدر يشوفهم حتى شي واحد، وقال ليه يقطع ظفارو كل نهار
زيد عليها دار ليه واحد القطن في ودنيه باش الاصوات العاليه ما تصدعوش. واخر حاجه علمو كيفاش يستعمل الكريم باش يحيد الشعر من الجسم ديالو. في ذاك النهار ايميل كان كيهضر مع نينا في التليفون وهو كيدور قدام الدار، سولها باش تغوت، ومن بعد ما غوتات فرح بزاف ملي عرف انه قدر يسمعها من ديك البلاصه البعيده. في اليوم اللي بعده مشى ايميل عند فيكس واكتشف انه ما بقاش كيقدر يهضر، يبقى غير كيدير واحد الاصوات ديال الطيور. من بعد ما عنقو فيكس طلع فوق الشجره وبدا كينقص وبين اخيرا انه قدر يطير، وكان فرحان بزاف وهو كيديرها. من بعد ايميل مشى للمهرجان اللي كان بواه فرانسوا خدام فيه. فرانسوا كان معصب بزاف ملي شافو حيت خاصو يكون مخبي، هما يدخلوا في واحد الخلاف اللي حاد وهما يشنقوا على بعضياتهم. ايميل هضر بواحد الطريقه وحشيه وعذبوه في الكشف ديالو وما بغاش يحيد حتى فرانسوا هدو بالمقص. ايميل كان مضطرب وما فاهم والو اللي وقع. هو يمشي حتى لقى نينا عرضت عليه يمشيو يتمشوا في الحقول ديال الدرا. المراهقين سالوا بواحد الموضوع اللي ما خاصناش نوريو. قطع لي هادشي طاحوا في الارض. ملي ايميل حيد تريكو نينا شافت الشعر والعمود الفقاري اللي تبدل، ولكن هي قالت ليه بانها عارفه من الاول وبغات تكمل كيف ما كان الحال. من بعد رجعوا للمهرجان وايميل مشى للطواليت، ولكن واحد من صحابهم في القسم شافوه هو ونينا في الحقول وهو يواجهه. داك الولد استعمل واحد الجهاز صغير كيدير واحد الصوت كيسمعوه غير الحيوانات، وهذا الصوت كيضر ايميل في ودنيه بزاف. خايف ومقهور ايميل كلا على الولد وخلى ليه واحد القماشي في وجهه. كيهرب ايميل مباشره وكيتخبى في الحقل، ولكن الولد اللي ضربو بدا كينبه الناس وشدوا سلاحهم وهما يتصلوا بالبوليس. من بعد شويه الكلب لقى ايميل ولكن هرب منه ملي نبه عليه بواحد الوحشيه. الكلب جرى هارب وشي رجال بداو كيطرقوا قرطاس في ذاك الاتجاه، والصافره ديال الانذار بدات كتصفر. ايميل كان كيجري بجهده كامل والناس كيجريو وراه حتى واحد منهم قرب يتيري فيه، ولكن فيكس طار عليه وطيحوا في الارض وقتلوا بالمخالب ديالو. فيكس طار للغابه وايميل تبعو. الطوموبيل ديال البوليس حتى هي بدات كتبعو وايميل قطع البحيره باش يوقفهم، ولكن الناس اللي كانوا معصبين ومحبطين بداو كيضربوا من بعيد ومع الاسف تيراو على فيكس. ايميل جرعت صاحبه مباشره وبدا كيبكي حتى مات فيكس مسكين قدامه. من بعد دقائق فرانسوا والصيادين لقاو الجثه ديال فيكس، ولكن ما كان حتى اثار ديال ايميل. في هذا الوقت وصل لمدينه واحد المخلوق كبير كان كيتحرك وسط الظلام، والشاحنات ديال الجيش كانوا غاديين للغابه. في اليوم اللي بعده ايميل بقى مخبي في الغابه كياكل اي فاكهه لقاها. في العشيه طلع الشجره وبدا كيشارك مع باقي المخلوقات الليليه، الاصوات ديالهم كيعوي بصوته. في الليله المواليه جات واحد العاصفه للمنطقه وايميل تخبى في واحد المغاره. خاف ملي شاف واحد الدب داخل عليه، ولكن فهم من بعدها انها الام ديالو وحطوا ريوسهم على بعضياتهم كاشاره ديال الحب بيناتهم. ومن بعد لانا مشات وبغات ولدها يتبعها. ايميل تبع الام ديالو واكتشف واحد المجتمع ديال المخلوقات المتحوله عايشين مجموعين في انسجام، ومن بينهم كانت البنت الحرباء. ولكن في ديك اللحظه شافوا واحد الاشارات ديال الضوء تطلع في السماء اللي كتعني ان الجيش لقاهم. ايميل والمتحولين الاخرين حاولوا يهربوا ويتخباو، ولكن الجنود استعنوا داك الصوت المؤلم اللي خلاهم كيطيحوا في الارض بلا ما يقدروا يديروا حتى شي حاجه وغير كيتالموا حتى شدوه. الشخص الوحيد اللي قدر يهرب هو البنت الحرباء اللي استعملت التمويه باش تخبى. من بعد في الكوميساريه فرانسوا ساعد ايميل باش يصرح ليه بانه كان سكران ومشى بالغلط للغابه، ولكن ملي جا الوقت باش ايميل يوقع الوثائق ديال الافراز يده ما قدرش تشد القلم وقطع الورقه. ملي عطاه الضابط وحده جديده ايميل ما قدرش يتحكم في راسو وبدا كيهضر بحال الوحش. فرانسوا تصرف بسرعه ودفع الضابط باش يطيحوا للارض قبل ما يقولها لشي واحد، وفرانسوا ختم الوثيقه براسو وقدمها بسرعه للموظفه باش يخرج هو وايميل بلا مشاكل. من بعد ركبوا في الطوموبيل هما يمشيو من المدينه. في واحد الوقت قصير البوليس بدا كيتبعو، ولكن فرانسوا وعد ايميل بانه ما غاديش يخليه يمشي لاي مؤسسه. مشى بالطوموبيل بواحد السرعه خياليه حتى هرس داك السياج ودخل للغابه. فرانسوا قال لولدو يهرب وايميل مشى هو كيعوي وفرحان بالحريه ديالو. وباش نعطيو واحد الخلاصه لهذا الفيلم، كيف ما عرفنا ان القصه كتركز على الصراع ديال الهويه، كيفاش المجتمع كيرفض اي حاجه مختلفه، بالاضافه لاهميه الحب والعائله وسط هاد التحولات الصعبه. ايميل بواه يمثل الصراع بين القبول والنفي وبين البقاء والهروب. هذا مكان